عمرك حسيتي انك بتعملي كل حاجة صح ومع ذلك الناس مش بتحترمك كفاية؟ طب مش يمكن المشكلة مش فيهم؟ مش يمكن تبقى في تصرفات بسيطة بتعمليها من غير ما تحسي بتخلي صورتك قدامهم تبان ضعيفة؟ النهاردة هقولك على 5 تصرفات بتقل من قيمتك، ولما توقفيهم هتتفاجئي ازاي نظرة الناس ليكي هتتغير تماما. أول تصرف إنك بتضحكي على أي كلمة حتى لو فيها سخرية منك. بتحاولي تكوني لطيفة بس اللي قدامك بيشوف إنك بتتقبلي الإهانة عادي، ودي في الغالب بتحصل في مجال العمل. وهقولك ليه. كل مرة بتضحكي فيها على حاجة تجرحك بتبعتي رسالة إنك مش مستاهلة احترام. فخليكي لطيفة بس لما حد يقل أدبه ما تديهوش ضحكة. دي نقطة ضعف مش قوة أبدا. في مجال الشغل كتير مننا بيقع في نقطة أنا بعدي الدنيا، أنا عايزة أكون لطيفة عشان أكون قريبة من اللي حواليا، عشان محدش يضايقني سواء بالفعل أو بالكلمة. فبنتقبل حاجات كتير احنا مش المفروض ان احنا نتقبلها، وبتحطنا في الآخر لجملة طب أنا ليه قبلت كده من الأول؟ ولو ليا نصيب إن أكمل في الشغل ده هكمل، ولو ليا نصيب رزق في المكان ده هيجيني. فما تقبليش أبدا بحاجة انتي مش راضية عنها. تاني حاجة انك بتبرري كل حاجة. معلش اصل كنت تعبانة، اسفة اصل ما كانش قصدي، يمكن فهمتيني غلط. التبرير الزايد ونحط تحت الزايد دي مليون خط برضو بيخلي الناس تحس انك عاملة ذنب، وده بيفقدك الثقة في نفسك قدامهم. مش كل موقف محتاج شرح، اوقات الصمت قبل غرض. في اوقات بنحتاج ان احنا نوضح وجهة نظرنا، نوضح وضعنا كان ايه، نوضح الدنيا كانت معانا ايه. بس كتر التبرير ده تالت وأهم وأسوأ نقطة، إنك بتخلي رأي الناس أهم من إحساسك. قبل ما تعملي أي حاجة بتسألي كل الناس عن رأيهم كأنك مش واثقة في نفسك. بس الحقيقة إن اللي دايما بيدور على موافقة الكل عمره ما هيلاقي نفسه. اسمعي الناس بس القرار النهائي ليكي. لازم يبقى القرار طالع من قلبك انتي، وتبقي عارفة تبعاته، وعارفة انتي عملتي كده ليه واخدتي القرار ده ليه. رابع حاجة انك بتخافي تقولي لأ، وديت مشكلة كبيرة جدا. لازم نعلم البنات من وهم صغيرين ان الحاجة اللي مش عايزينها لازم يقولوا عليها لأ. بس الناس بتتعود انك دايما متاحة دايما موافقة. كلمة لأ مش أسوأ منك، دي احترام لنفسك. واللي بيحبك فعلا هيحترم لأ زي ما بيحب كارثة فعلا انك تبقي بتعملي حاجات مش عايزاها عشان الناس ما تزعلش. اخر حاجة انك بتقللي من نفسك في كلامك. انا غبية، انا مش بعرف اعمل كده، انا فاشلة. حتى لو هزار عقلك الباطن بيصدقك، والناس كمان بتصدقك. شوفي كام مرة قلتي فيها الكلام ده بهزار حتى مع ناس قريبين منك، وفي وقت خلاف بيجوا يقولولك اذا كنت انتي نفسك قلتي على نفسك كده. ابدأي غيري طريقتك في الكلام. بدل انا مش بعرف قولي هتعلم، بدل انا ضعيفة قولي انا في طريقي للقوة. في النهاية الثقة مش إنك تكوني جامدة طول الوقت. الثقة في السكوت وقت الاستفزاز، وفي الهدوء وقت التبرير، وفي كلمة لأ وقت ما الكل بيقول لما تبدأي توقفي التصرفات دي الناس هتحترمك أكتر من غير ما تبذلي مجهود. فاكرة إنك بتخسري الناس كده؟ لأ، انتي بس بتخسري اللي ما كانوش شايفين قيمتك من الأساس. قوليلي في الكومنتات أنهي تصرف من دول بتحسي نفسك بتعمليه أكتر، ولو عايزاني أعملك فيديو عن إزاي ترجعي ثقتك بنفسك من غير ما تباني مغرورة اكتبيلي عايزة الجزء التاني. وأشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. وعايزة أقولك حاجة مهمة جدا، اوعي 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 تسمحي لأي حد إنه يقل منك عشان انتي غالية. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد وهتوحشوني جدا، وباي باي.